هذا الجزء الأول من حديثه. الجزء الثاني ركز الكلام على ما يصطلح عليه بالحكم الواقعي وبالحكم الظاهري. قطعا هذا الكلام سيعود بنا إلى الأدلة التي يعتمد عليها المجتهد في تشخيص الحكم. هناك ما يسمى بالأمارات، هناك ما يسمى بالأمارات، وإني لا أستغرب من شيخ هادي الراضي وهو الأستاذ الأول لعلم أصول الفقه في حوزة النجف على طول هذا المقطع، بل على طول درسه، بل على طول كل دروسه، إنه يلفظ هذا المصطلح لفظا خاطئا: إمارة وإمارات. أنا ما أدري شيخنا شيخ هادي متى ستتعلم لفظها الصحيح. إنها الأمارات وليست الإمارات، إنها الأمارة. هذا مصطلح سني سقيفي. ما أنتم عيال على مائدة سقيفة بني ساعدة. علماء أصول الفقه من أتباع سقيفة بني ساعدة سيضحكون عليكم، وأنتم تعبؤون جدا بموقف السنة من حوزة النجف. الأمر ليس خاصا بك، البقية كذلك يلفظونها الإمارات. هذا اللفظ ليس صحيحا. الإمارات جمع لإمارة، والإمارة تعني السلطنة، الولاية، وهذا لا علاقة له بعلم أصول الفقه، إنما هي الأمارات، والأمارات جمع لأمارة، والأمارة تعني العلامة. إنها مستوى من مستويات الاستدلال، من مستويات الأدلة. الأمارات العلامات، الأمارات الآيات، الأمارات الأدلة. فتقسم الأدلة الاستنباطية إلى نوعين: الأمارات والأصول العملية. بالمناسبة فإن طول هذا المقطع 20 دقيقة زائدا 23 ثانية. شيخ هادي الراضي كرر كلمة الإمارة والإمارات، كررها 23 مرة، لم يلفظها ولا في مرة واحدة لفظا صحيحا. بإمكانكم أن تعودوا إلى المقطع وأن تدققوا في كلامه. لقد دققت تدقيقا، والأمر هو في بقية الدرس الذي أشرت إلى تاريخه، والأمر هو في بقية دروسه، والحال هو مع بقية أساتذة علم أصول الفقه، بل ما طبع من كتب. فإن هذا المصطلح جعلت همزته مكسورة، الهمزة مفتوحة. علماء السنة لا يقبلون ذلك، لأنهم هم الذين وضعوا هذا المصطلح، وهم أصحاب المصطلح، وهم الأصل فيه. أستغرب من هؤلاء الذين يحضرون درسك شيخ هادي، أما فيهم واحد يعرف هذا الأمر كي يوجهك؟ ربما أنت لست ملتفتا، لا أدري، لكن الآن بحسب هذا المقطع أنت كررت مصطلح الإمارة والإمارات
23 مرة. في كل هذه المرات أنت تخطئ في اللفظ، فلا تقول الأمارة وإنما تقول الإمارة، ولا تقول الأمارات وإنما تقول الإمارات، في كلها على الإطلاق، وفي الدرس كله، في بقية الدرس وفي سائر الدروس الأخرى. هؤلاء ماذا يدرسون الذين يحضرون مجالس دروسكم؟ إذا كنتم لا تتمكنون من ضبط المصطلحات، أنت يا شيخ هادي بعد هذا العمر وإلى هذه اللحظة لست متمكنا من ضبط المصطلحات، وأنت الأستاذ الأول لعلم الأصول في حوزة النجف. أنا لا أعتب على البقية، البعض منهم حينما أستمع إلى دروسه فإنني لا أعلق إلا أن أقول من أن سماحة المرجع مضرط يمسلت، إنه يقول شيئا خاطئا هو نفسه لا يفهم معناه. على أي حال، أعود إلى ما تحدث به هادي الراضي. تحدث عن الأحكام الواقعية وعن الأحكام الظاهرية.